بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم عملات اللي احنا بيسموها جيل الطيبين. هو يعني العملات اللي كانت موجوده في مصر اللي انا وعيت عليها، اللي هو مواليد سنه 80 وفيما بعد. هنبدا معانا بالقرش. ده قرش مصر سنه 1980. بصراحه القرش ده انا يعني على ايامنا ما كناش بنشوفه وما كانش ليه قيمه بصراحه، ولكن القرشين دول كانوا بيجيبوا رغيف عيش، كان اسمه رغيف عيش ابو قرشين. ده حاجه يعني، ده برضو مواليد سنه الثمانينات واخر السبعينات عارفينه. هنخش بعد كده على فئة اللي هو الشيلين، اللي هو الخمس قروش. الخمس قروش الخمس قروش دي في منها شكل ده، وفي منها شكل تاني اللي هو ده، النسر والصقر. دول احنا صرفناهم بالفعل، وفي خمس قروش تاني اللي هي الأهرام. وأخيرا بقى كان في خمس قروش اسمها المشكاة، دي اللي صرفناها التلات أشكال دول. طبعا الكبيرة دي احنا حضرناها واحنا فاكرين كده كويس يعني، دي كانت في التسعينات. بعد كده هنخش على العشر قروش. العشر قروش في القلعة، وفي العشر قروش بقى اللي هي الصغنانة خالص دي ألفينات، وفي العشر قروش دي، وفي عشر قروش برضو كانت قديمة ولكن كنا احنا بنصرفها، اللي هي النسر والصقر. كلهم من فئات العشر قروش دول احنا بالفعل صرفناهم. وكنت مثلا ممكن من الحاجات اللي احنا كنا بنحاول، واحد يقول لك عايز مثلا فكة 10 قروش مثلا شيرينين ولا حاجة، كنا بنركب بيها من بني الأتوبيس. بعد كده هنخش على فئة الفئة الحلوة قوي، ال20 قرش. للأسف هي العملات دي يعني مش غالية خالص، ادي ال20 قرش أغلاهم ال20 قرش دي، يعني دي تعمل 5 جنيه مثلا. الحاجات دي بجيبها بكميات ضخمة، يعني كانت بتتباع بالكيلو. 20 قرش الأزهر، وال20 قرش دي، وال20 قرش القلعة الكبيرة. معانا بعد كده بقى الربع جنيه ده، وده كان يعني مبلغ حلو يعني، وربع جنيه بتاعنا. واخيرا بقى جيل التمانينات، والجيل بتاعنا ده شاف النص جنيه والجنيه. وده اخر حاجة طبعا، خلاص احنا كلنا عارفينها. وربنا نقول زمان ارجع يا زمان. السلام عليكم.